مع قناة حكاياتك دايما بنقدم لكم أهم وآخر الأخبار لحظة بلحظة. أعلنت النجمة هنا الزاهد انفصالها عن زوجها النجم أحمد فهمي بعد زواج استمر 4 سنوات. انتشر خبر الانفصال بعد نزول رسالة على الصفحة الرسمية للفنانة هنا الزاهد وهي بتقول: الحمد لله تم الانفصال بيني وبين أحمد بعد جواز دام 4 سنوات. وكشفت مصادر مقربة من النجمين إن الانفصال تم بينهم من 3 أشهر، لكن ما تمش بشكل رسمي، وده كان بسبب انشغالهم بتصوير بعض الأعمال. يذكر إن الفنانة هنا الزاهد ارتبطت بالفنان أحمد فهمي سنة 2019 بعد قصة حب قصيرة، واشتغلت هنا الزاهد مع أحمد فهمي في المسرحية المعروفة الواد سيد الشحات اللي اتعرضت في رمضان 2019. وتداولت بعض الأخبار إن سبب انفصال هنا الزاهد عن أحمد فهمي هي خلافات عائلية، وإن الاتنين حاولوا يحلوها لكنها باءت بالفشل. وبعد انتشار خبر انفصالها عن أحمد فهمي اتصدرت الفنانة هنا الزاهد الترند على كل منصات التواصل الاجتماعي، وظهرت بعد كده الفنانة هنا الزاهد بنيو لوك جميل جدا بفستان فوشيا وأكسسوري وبشكلها المعروف، والتقطت بعض الصور مع عدد كبير من جمهورها في أحد المهرجانات. الغريبة إن الفنانة هنا الزاهد استعرضت صور الفرح الخاصة بيها مع النجم أحمد فهمي على صفحتها الشخصية على انستجرام، وكأنها بتودع اللحظات الأخيرة في حياتها مع أحمد فهمي. ونزلت لايف وقالت: أنا وأحمد كنا متفقين على الانفصال من 3 شهور، لكن احنا ما أعلناش ده بشكل رسمي إلا بعد ما أتممنا الإجراءات كلها. وأكدت هنا الزاهد إن حياتها ماشية بطريقة طبيعية جدا، وإن هي بتستعد للقيام بمجموعة من الأعمال الدرامية في الفترة القادمة. وقالت إن اللي حصل ده اسمه ونصيب ومش هيأثر على شغلي، لأن أنا شغلي ده جزء مهم جدا من حياتي. وظهرت هنا الزاهد بعد الانفصال بسيشن استعرضت فيه جمالها وأناقتها، واعتمدت هنا الزاهد في السيشن ده على مكياج خفيف جدا بيبرز جمالها. وطبعا جمهورها تفاعل بشكل كبير جدا بعد السيشن ده، لكن هنا الزاهد ما بتهتمش طبعا بالتعليقات اللي بتتقال عليها. ولما ظهرت مع عمرو أديب وسألها بعد انفصالها عن أحمد فهمي قالت إن أنا ما بلتفتش لأي شائعات، وإن احنا اتفقنا على الانفصال من 3 شهور، لكن كل شيء اسمه ونصيب. انتهت الفنانة هنا الزاهد من تصوير مسلسلها مع النجم أحمد السعدني سيب ونسيب. تتميز دايما النجمة هنا الزاهد بإطلالتها الجذابة والمتميزة، وده اللي بيخلي عدد كبير جدا من متابعينها يقلدوها سواء في لبسها أو في تسريحة شعرها أو مكياجها الخفيف الواضح. مش بس كده كمان، ده دايما متابعينها وجمهورها بيعلقوا دايما إن هنا الزاهد جسمها متناسق ودايما بتحافظ على جسمها. وأكدت هنا الزاهد إن وزنها 51 كيلو وطولها 166 سنتي، وإن هي ماشية على نظام غذائي محدد جدا، بتاكل كميات معينة من الأكل، ولما بيجي في يوم بتاكل كمية كبيرة بتيجي تاني يوم تظبط أكلها. فجمهورها دايما بيسألها على انستجرام ايه النظام الغذائي اللي هي بتتبعه عشان يقلدوها فيه. طبعا هنا الزاهد لما ارتبطت بأحمد فهمي واتجوزت انتشرت أخبار إنها مريضة، وده لأنها فقدت جزء كبير جدا من وزنها، لكنها صرحت بعد كده إن سبب مرضها حصوات في المرارة. في تصريحات ليها إنها بعد الفرح بيومين حست بألم وحرارة، وكانت فاكرة إن ده إرهاق وتعب، لكن لما عملت فحص اتأكدت إن في حصوات فعلا في المرارة، والسبب الحصوات دي خلاها إن هي تقطع أجازة شهر العسل وتنزل مصر. في الفترة الأخيرة انتشرت صور فرح أحمد فهمي وهنا الزاهد على كل مواقع التواصل الاجتماعي، وده بعد خبر انفصالهم. مع قناة حكاياتك دايما بنقدم لكم أهم وآخر أخبار وأسرار المشاهير لحظة بلحظة. إذا عجبكم الفيديو لايك وكومنت وسابسكرايب لقناة حكاياتك.